لك وش حكم السيارات اللي يجيبوهم البنوك؟ أنا نجاوبك باختصار شديد، واللي يفهم يفهم اللي ما فهمش. متى يجوز لك أن تقتني سيارة من عند بنك ولا سكن؟ لازم يكون البنك عنده بارك تاع سيارات دايرهم افوندر، قال عنده سانديرو وعنده سامبول وعنده لوغان وعنده ريفتر وعنده كذا، راح دايرهم للبيع. تقول له شحال هذيك اللوغان؟ مثلا يقول لك 220 كاش، تحب تديها بالتقسيط تولي 260، هذا جائز. هاي السيارة وانت تخير تدي ولا ما تديش. يولي هنا عبارة عن تاجر عنده سلعة ويبيع فيها، سلام ولا البركة ولا واحد اخر. لكن الصورة اللي راها منتشرة ما هي؟ تقول له انايا حبيت نشري سيارة، يقول لك واش حبيت تشري؟ تقول له حبيت نشري مثلا داستر بالفرنسية وبالاب بالانجليزية. داستر هذه يروح هو واش يدير؟ يقول لك هات الدوسي لهون، تعطيه لي غارونتي كلش باللي راح تخلصوا كل شيء. يروح يشريها هو ويبيعها لك بالتقسيط، وتقعد سو بروكيوراسيون، تقعد تحت الوكالة تاعو حتى تخلص كلش. سؤال: ما هو الفرق بين هذا وبين إنسان نقول له اسمع أنا راح نشري سيارة ولا نشري دار ولا سلف لي 500 ونرجعها لك 600؟ إذن هذه إدخال السيارة في الوسط عبارة عن قرض ربوي مغلف بمعاملة تجارية. والدليل على هذا لو كان البنك ما تجيش نتايا وتقول له راح نشري لك السيارة وتسني باللي تديها وتدفع لافونسمون، ما يشريها لكش. إذا لو كان صاحب ممارسة لاشترى السلعة وعرضها للبيع كما راه محطوطة له في طريق تزيوزو، قال هاي سيارات محطوطين، واش حوس حاب نشري هذه شحال تسوى، هاي كذا وكذا، ادي ولا خلي ولا تقعد تركه ثم. أما أنه ما يبيعش حتى تشري، إذا راه في الفائدة دائما. فهمتوا ايش حبيت نقول؟ ربما مع احترامي لهم هم ظنوها باللي معاملة جائزة أو قد استشاروا من ينسب إلى العلم، ولكن متى يجوز لك أن تقتني هذه السيارة ولو بزيادة تقسيط؟ لأنه مذهب جماهير الفقهاء أن بيع التقسيط جائز، ما نشري سلعة ونقسطها. أما أني لا أشتري حتى أدفع الملف ويضمنون أني سأخذها ثم يأتونني بها، عليها نذرة لي تشتري لي طوموبيل، ما تشتريليش أنت يا ابن عمي، نشري أنا. فهم يتوكلون عليك ويروحوا يجيبوك السيارة، فهذيك السيارة هي 500 مليون ماهيش سيارة، برك غطاها بهذاك بلاطول تاع السيارة، وإلا هي سلف لك 500 ودها 600. إذا فقط جت الفائدة في هذا. من صور الربا المنتشرة شراء الذهب والفضة بار فاسيليتي، فشراء الذهب والفضة بالتقسيط من الربا. باش يعرفوا النساء أن شراء الذهب والفضة لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، وهذا موجود في درس الربا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن ذكرت تمر والشعير مه، قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. واضح؟ فلابد أن الإنسان يدفع الثمن كاملا حتى يأخذ الصيغة كما نسموها حنايا كاملة. كان بعض الناس يقول لك نخلي دراهم عند مول اسمه، لكن لا تعقد الصفقة، ديروك شغل صندوق تخبي عنده في الدراهم. أما أنك تتفق معه على السلعة وتقسط فهذا تحايل على الربا.